كل واحد فينا عنده كذا محطة في حياته بيقف عندها كتير. يا ريتني كنت عملت كده، لو كنت اخترت الطريق ده، يا خسارة الفرصة اللي راحت مني. بنفضل نبص على اللي فاتنا ونعد الفرص الضايعة ونعيش في وهم إن اللي فات كان أحسن. بس هل ده بيجيب حاجة غير تعب القلب؟ بص، اللحظة اللي بتحرر فيها نفسك من اللي فات دي لحظة قوة حقيقية. لما تبطل تدور على اللي فاتك واللي كان ممكن يحصل واللي فات أوانه، ساعات بس هتبدأ تشوف اللي في إيدك دلوقتي، الفرصة اللي مستنياك، الحياة اللي بتناديك. الماضي ده درس مش سجن تعيش جواه. اللي فات مات، واللي جاي لسه في إيدك تشكله براحتك. احنا بنضيع أجمل سنين عمرنا في الحصر على الحاجات اللي انتهت. النهاردة هو اللي في إيدك، المستقبل هو اللي بتصنعه دلوقتي. سيب اللي فات لرب اللي فات وركز على اللي تقدر تعمله دلوقتي. تفتكر امتى الواحد بيوصل لمرحلة انه خلاص مش عايز يفكر في اللي فات تاني؟ قول لنا ايه اول خطوة تقدر تعملها عشان تبدأ تركز في اللي جاي بس وتنسى كل اللي فات وتبتدي بداية جديدة. قول لنا وما تبخلش علينا بأي نصيحة. قعدة مصاطب مع دكتور عبود.